انتوا عارفين ان شوربة الشوفان هذه نحن نعتمدها كل يوم نسويها في رمضان، كل يوم كل يوم ما نمل منها ابدا، لذيذة لذيذة بشكل مش طبيعي. كمان اليوم حاعتمد شوربة الطماطم معانا، طعم التدخين فيها مع الشوي معطي طعم لذيذ جدا. الله 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 عليك يا ام عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين ومبسوطين. اليوم ان شاء الله حنسوي شوربة شوفان، حنسوي كمان شوربة طماطم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، يعود علينا وعليكم بصحة وسلامة. يلا نشوف الطريقة. اول حاجة حنبدأ بالشوفان، نحط كوب موية، نحط حبة بصل مبشورة، فصين من الثوم، هنحط شوفان كوب كامل، حبة طماطم، والبهارات عندنا فلفل أسود وملح، بهارات مشكلة ومرقة. نغطيها ونسيبها تغلي ونرجع لكم. وأول ما الشوفان يذوب معانا بالشكل هذا، شايفين القوام؟ لو انتوا حابينه أخف من كده تقدروا تحطوا شوية موية، لكن كده تمام، قوامها مظبوط وطعمها بيكون خرافي. نبدأ للشوربة اللي بعدها إن شاء الله. حنجيب 4 حبات طماطم، حنجيب بصلة، حنجيب كم فص ثوم، وواحد فلفل حراق اختياري. انا رشيت عليهم زيت ورشيت عليهم زعتر ودخلتهم الفرن الين اخذوا اللون الجميل هذا. دحين حنبخرهم. عندنا الفحمة هذه هنحط عليها شوية من الزيت، بسم الله، ونقفل عليها بسرعة بالقصدير. وحنجيب كبة بهذا الشكل، حنجيب الطماطم حقتنا نحطها هنا، نجيب البصل ونجيب الثوم ونضرب كل هذا الكلام في الخلاط. وحنبدأ دحين نحط الطماطم اللي احنا سويناها ونحط عليها كوبين موية. أول حاجة عندنا مرقة، ملعقة كبيرة صلصة، فلفل مجروش، نحط شوية فلفل أسود وشوية كمان من الملح، وهنحط شوية بس من الكريمة عشان يخلي طعمها كده غني. ونبدأ نقلب ونسيبها تستوي على نار وسط. أول ما تصير بالقوام هذا خلاص نطفي عليها، وكده استوت معنا. وحنغرف شوربة الطماطم أول حاجة، وهنحط بالشكل هذا باقي الكريمة. وبكده خلاص الشوربات حقتنا جاهزة. قدمت لكم شوربة طماطم وقدمنا كمان شوربة شوفان. أتمنى إن شاء الله تعجبكم وتشوفوني في وصفات ثانية. كان معكم نرمين حبيب، أحبكم مرة، باي باي.